في وقت الحروب اللي احنا بقينا فيها دلوقتي البورصات بتقع والعملات بتفقد قيمتها، والدول نفسها كمان بيتقلب اقتصادها في يوم وليلة. بس في معدن واحد بيفضل صامد، قيمته ما بتقلش بل بالعكس بتزيد: الذهب. الذهب مش بس زينة، الذهب هو الأمان من زمان، والناس في أي أزمة أول حاجة بتفكر تشتريها هي الذهب. طب ليه؟ عشان ببساطة هو مش مرتبط بدولة واحدة، قيمته بتعتمد على الندرة وبيتحول بسهولة لأي عملة في العالم. يعني لما كل حاجة حواليك بتقع الذهب هو اللي بيفضل صامد. بس في سؤال مهم لازم تسأله لنفسك: أنا لما اشتري ذهب هقدر أعرف العيار بتاعه من لونه عشان محدش يقدر يضحك عليا؟ الذهب لو لونه أصفر بيلمع قوي ده غالبا بيبقى عيار 21 أو 24، وده لأن نسبة الذهب فيه بتكون عالية، مفهوش نحاس أو أي معدن. لو لونه أصفر غامق شوية أو مطفي بيبقى عيار 18، لأن ساعتها بيبقى مخلوط بنسبة كبيرة من النحاس أو الفضة. أما لو لقيته روز جولد فيه لون احمر خفيف كده فده اكيد فيه نحاس كتير. ولو الذهب لونه شبه الفضه او البلاتين ده بيبقى ذهب ابيض وغالبا بيبقى عيار 18. بس خد بالك اللون لوحده مش كفايه عشان تعرف العيار بدقه، بتلاقي عليه ختم مكتوب عليه اما 24 21 18. طب لو انت اشتريت خاتم بره مصر هتلاقي مكتوب عليه رقم 750. ما تخافش خالص، ده هو عيار 18، بس الفرق في طريقه القياس. في مصر احنا بنقول ذهب 21 24 18، بس في دول تانية بره بيقسموا الذهب حسب السهم، يعني بالالف. عيار 24 بما يوازي بره 999، ده ذهب نقي جدا وبيتعمل منه السبائك. عيار 22 بيبقى 916، عيار 21 بيبقى 875، وعيار 18 هو اللي بيبقى مكتوب عليه 750 زي ما قلنا، بيبقى 75% ذهب و15 فضة و10 نحاس. الذهب مش بس لون، الذهب وعي وفهم قبل ما يكون لمعان، وكل جرام معاك هو امان ليك ولبيتك في اي وقت وفي اي مكان. انا اسماء مدين بجيب لكم كل حاجه غريبه. لو في مواضيع حابين نتكلم فيها اكتبوا لنا في الكومنتات.